حبايب الاهلاويه، في خبر سمعته امبارح وكلنا سمعناه وشفناه، وهو اقاله كابتن سيد عبد الحفيظ وتقديم الشكر ليه وتعيين خالد بيبو مديرا للكره بالنادي الاهلي. طبعا الخبر ده من امبارح. هتقولي ليه لسه طالع تقوله دلوقتي؟ هقول لك طالع اقوله دلوقتي عشان اعرف ايه السبب. السبب هو اللي نزل في البيان ان النادي الاهلي محتاج كوادر جديده، والكوادر الجديده هي خالد بيبو. طبعا كلنا نعرف سيد عبد الحفيظ وقدم قد ايه للنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ فضل في النادي الاهلي 12 سنه، هو السد الاول ان هو يواجه اي حد بيغلط في النادي الاهلي. وانتوا عارفين ان اللعيبه كانت بتخاف من سيد عبد الحفيظ ازاي وبتحترمه ازاي، وان اللعيبه كانت ماشيه على الصراط المستقيم. لما كان حد بيعمل اي غلط في الملعب كنت تلاقي سيد عبد الحفيظ اول واحد بيطلع وبيديله العقاب بتاعه وبيديله الغرامه. هل خالد بيبو هيبقى زي سيد عبد الحفيظ ولا لا؟ هيثبت لنا ان قرار النادي الاهلي صح ولا غلط. هيثبت لنا برضو ان خالد بيبو يستحق هذه المكانه ولا لا. وزي ما ثبت لنا برضو ان سيد عبد الحفيظ افضل مدير كوره بعد ثبت البطل. ان شاء الله خالد بيبو قدم مستوى كويس مع النادي الاهلي. وشكرا سيد عبد الحفيظ، شكرا لما قدمته للنادي الاهلي. وان شاء الله الايام اللي جايه هتثبت لنا ايه سبب اقاله سيد عبد الحفيظ. بس كده، يلا سلام.